مساء الخير، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. تعالوا نشوف السفرة الحلوة دي اتعملت ازاي. ينفع اكل صيامي، اكل الناس النباتيين. هنعمل باذنجان وعدس ورز. اول حاجة غسلت الاسود وهقطعه وهغسله تاني، واحط مية في البولة اللي شايفينها دي، واحط شوية ملح واخليه شوية كده مع الملح عشان ايه يبقى طعمه حلو. بعدين ادي كده زي ما شايفة حطيت ملح والمية ودقت الملح كان مظبط. بعد كده هنعمل العدس. ميه مغليه في حله، هحط ملعقه توم وجنزبيل مفرومين، واحط ماجي، واحط نص ملعقه كركم او ربع ملعقه، والشطه على حسب ما تحبي ممكن تحطي ملعقه او نص ملعقه. هخلي شويه البهارات كده تغلي مع بعض. بعد كده هحط الطماطم، وبرضو هقفل الحله واخليها تغلي شويه. بعد كده نغسل العدس. حطيت العدس وطبعا غرقت البوتاجاز، مش مشكله، يلا مش انا اللي هنضف. واقلبه كده كويس واظبط الماجي بتاعتي او الملح وهوطي عليه. وكده العدس ما خدش معانا 10 دقايق كده جاهز. هنعمل الطشه بتاعته في طوه صغيره. هحط الزيت، انا مقطعه التوم مش هرساه، مقطعاه بالطريقه دي زي ما شايفه. هديه تقليبه كده. اول ما يبتدي يغير لون هحط ملعقه كمون صحيح، وبرضو يغير كده اللون مع بعض، ياخد ويدي مع بعض. بعد كده هطشه على العدس بتاعي. ادي كده زي ما شايفه ريحته كانت روعه، ولازم تشهقي في الاكل. المهم ادي كده خلصنا. هعمر البتنجان بتاعي في طاسه او طوه. هحط زيت واحط البتنجان، انا صفيته من الميه ولغايه لما ايه نخلص الكميه كلها ويدينا اللون الذهبي اللي شايفينه الحلو الجميل ده. فنخلص الكميه كلها كده زي ما شايفه معايا. طبعا في الصيام ده الواحد بيكون محتار يعمل ايه اكل، لكن هو في افكار حلوه كتيره ممكن الواحد يعملها. ادي كده هتجيب توم، 4 فصاص توم زي ما شايفه معايا، ههرسهم. هحط معايا ملعقه خل ونص ليمونه، وهحط معايا البهارات بتاعتي. هحط معايا كزبره وكمون وملح، واظبط الملح بتاعي وحته فلفل اسود، والخبط مع بعض كده. وهنشوف هنعمل ايه. كل واحده من البتنجان دي هعملها كده زي ما شايفه معايا، واحطها في طبق التقديم. بصراحه دي الطريقه كانت بتاعت ماما، وبصراحه احلى طريقه بتعجبني في البتنجان، فاتمنى ان هي تعجبك. ادي كده وانا عملت رز ابيض جنب العدس وكده زي ما شايفه. السفره كانت تشهي بصراحه. ده الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل. مع زرار المطبخ مع سوسنة.